مساء الخير يا جمهور الأهلي. معانا ملخص كامل لأهم أخبار الكورة والنادي الأهلي اليوم. يلا بدأنا. الخبر الأول: إمام عاشور. الكلام كتير اليومين دول عن صورة إمام عاشور في ملعب التدريبات. ناس فكرت إن الصورة ليها علاقة بتمديد عقده مع الأهلي، لكن الإعلامي أمير هشام كشف إن الصورة دي كانت من إعلان لقناة الأهلي قبل ماتش غزل المحلة. الإعلان بيتكلم عن العلاقة التاريخية بين الفريقين وملوش أي علاقة بموضوع العقد. كمان في الإعلان ظهر ولد لابس تيشيرت غزل المحلة، وده زود الجدل أكتر، لكن الخلاصة إن مفيش أي تمديد عقد اتعمل لسه. الخبر التاني: حكم ماتش الأهلي وغزل المحلة. الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن إن أمين عمر هو اللي هيدير ماتش الأهلي وغزل المحلة في الجولة الرابعة من الدوري، والجمهور بقى منتظر يشوف أداء الأهلي تحت إدارة الحكم ده، خصوصاً إن الماتش ليه طابع خاص في سكة المارد الأحمر للدفاع عن اللقب. الخبر الثالث: ريبيرو ورسالته. المدرب الأسباني خوسيه ريبيرو وجه رسالة مهمة للاعيبة الأهلي. قال إن كل اللعيبة هياخدوا فرص في الماتشات ولازم يستغلوها ويثبتوا نفسهم. وضح كمان إن الغيابات الكتيرة في الفريق هتجبر الجهاز الفني يستعين بكل اللاعبين. الغيابات حالياً شاملة ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، محمد شكري، إمام عاشور ومروان عطية، وكمان غياب محمد هاني للإيقاف، وده بيعني إن أي لاعب هيشارك لازم يقاتل عشان يحجز مكان ثابت في التشكيل. الخبر الرابع: كهربا. المفاجأة الكبرى: القادسية الكويتي أعلن تعاقده مع كهربا بشكل رسمي جاي من الاتحاد الليبي. النادي كتب على صفحته: اوعى الفولت العالي. كده كهربا بيبدأ مرحلة جديدة بعيد عن الأهلي والدوري المصري، والجماهير مستنية تشوف أداؤه في التجربة دي. الخبر الخامس: شيكابالا. أما عن الزمالك فشيكابالا كشف تصريحات نارية. قال إنه ما فكرش في التدريب بعد الاعتزال، مع إنه كان نفسه يدرب الزمالك، بس على حسب كلامه في ناس جوه النادي كانوا هيحاربوه ومش هيسيبوه يشتغل. كشف كمان إن في نهائي 2016 ضد صن داونز الزمالك كان ناقص عناصر، ووصف الموقف بإن كان فيه لعيبة مش مركزة وبيشيشوا قبل الماتش. شيكابالا كمان أكد إن أوسوريو كان أفضل مدرب مسك الزمالك، وأثنى على اللاعب الجديد جوان ألفينا. وكده شيكابالا أعلن اعتزاله نهائياً عن عمر 39 سنة بعد ما أنهى مسيرته ب 18 بطولة مع الفريق الأبيض. دي كانت أهم أخبار الكورة والأهلي النهاردة. استنونا بكرة في ملخص جديد ومعلومات أكتر عن القلعة الحمراء. سلام.